تقريبا. مكرونه بقى هنا علشان نعمل البشاميل. البشاميل لتر الحليب بحط له 4 معالق دقيق، بس مش ما يكونوش مليانين، و4 معالق دقيق بياخدوا 4 معالق زيت، يعني على قد الدقيق اللي انا بحطه بحط الماده الدهنيه على قد الدقيق. انا هحط 4 معالق دقيق، انا هعمل لتر. عايزين تعملوا لترين ضعفوا الكميه. هنزل بقى ب4 معالق دقيق. ههدي النار الاول علشان الدقيق ما يتحرقش. افضل اقلب لحد ما اشم ريحه الدقيق كده. خلاص الدقيق بتاعي استوى. يعني انا مش هعمل زي العادي، انا ما بعملش زي العادي، انا بعمل ان انا بحط الدقيق هو في اللبن واقلب علشان ما يكلكعش. الطريقه دي ما بتخليهوش يكلكع خالص. هحط هنا واحده مرقه ورشه فلفل اسود. عايزين رشه فلفل اسود. اللبن بقى اللي انا هنزل بالدقيق فيه بيكون بارد. بس خلاص الدقيق بتاعي كده استوى. هنزل بقى بالدقيق في اللبن وافضل اقلب كويس، اقلب كويس، ايدي ما توقفش، افضل اقلب. البشاميل على نار وسط، ولا هي هاديه ولا هي عاليه، علشان ما تاخدش وقت طويل قوي، وعلشان لو هي عاليه قوي هيتلسع من تحت. هفضل اقلب بقى لحد ما يتقل وبعدين اجيلها. بس خلاص البشاميل بتاعي تقل وبقى بالمنظر ده كده كده. خلاص المكرونه بتاعتي خلصت وانا صفيتها بالمنظر ده كده. هنزل عليها بقى بالبشاميل وهقلبها في بعضها. هنزل بقى في الصينيه بمعلقه بشاميل. هنزل بطبقه من المكرونه، وبعدين هحط بقى اللحمه المفرومه. اللحمه المفرومه دي انا عارفه ان هي كتير على الصينيه، انا مش هحطها كلها، انا عاملاها عشان تبقى عندي. هنزل بقى بالطبقه التانيه من المكرونه، شويه موتزاريلا. هنزل بقى بالبشاميل. هحط بقى رشه جبنه رومي مبشوره على الوش، بتديلها ريحه وطعم حلوين قوي. بصوا الصينيه حلوه ازاي. هدخلها بقى الفرن ونتقابل تاني. بصوا لي بقى على الحلاوه دي. بصوا جربوها بطريقتي وان شاء الله تعجبكم. باي.